لكل الناس اللي بتحب الوصفات الاقتصادية، وصفة النهاردة موفرة جدا. لو عندك صدر واحد من الفراخ تعالي نحضر بيه أجمل وألذ طبق مكرونة بالخضار والفراخ، طعمه يجنن وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة. نبدأ ونشوف احنا عملناه ازاي. بس يا ريت لو أول مرة بتشوفي قناتي ندعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة. اول خطوة معانا هنحتاج صدر واحد من الفراخ او الكمية زي ما انتي عايزة، مغسول ومتنضف كويس جدا. بعد كده هنبدأ ان احنا نقطعه زي الشاورما، وبعد ما هقطعه هضيف عليه شوية من التوابل. هضيف ملح، فلفل اسود، شوية من بهارات الشاورما، او ممكن تستبدليها باي بهارات انتي حباها زي بهارات الفراخ او اي نوع تاني. هنسيب الفراخ في التتبيلة شوية عقبال ما نجهز الخضار. حلة على النار هزود فيها شوية من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة يسخنوا كويس معايا. بعد كده هزود عليهم بصلاية تكون كبيرة متقطعة صغير، ونشوح البصلة كويس جدا. واحنا بنشوح البصلة هزود عليها فصين 2 توم مفروم ناعم، ونقلبهم لغاية ما يطلعوا الريحة بتاعتهم. هضيف كمان فلفل اخضر بيدي طعم وريحة حلوين جدا، واشوحه مع البصل والثوم كويس. اهم حاجة كل مكون بنضيفه بنقلبه كويس لغاية ما يطلع الريحة بتاعته. هنا بقى بعد ما البصل والثوم والفلفل اتشوحوا كويس هنزل عليهم الفراخ، واشوح الفراخ كويس جدا مع الخضار. والنار في الوقت ده بتكون عالية علشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها وتنشف معاكي. ونفضل نقلب في الفراخ لغاية ما تغير اللون بتاعها وشمي اجمل ريحة من الفراخ والخضار. بعد كده هنزود عليها جزراية تكون متقطعة شرايح رفيعة، بتدي تسكيرة حلوة جدا للمكرونة. وهنزود كمان 3 حبايات كبار من الطماطم المبشورة. واخر حاجة هضيفها معلقتين 2 كبار من الصلصة، ونزود عليها التوابل. هضيف معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة من الشطة. ومش هحتاج اي توابل تاني لان الخضار مدي طعم وريحة حلوين جدا. وبعدين بنقلبهم مع بعض كويس جدا ونغطي عليهم ونسيبهم لمدة 5 دقايق علشان الخضار والفراخ يستوي معانا. وبعد ما الفراخ والخضار بيستووا كويس وبينزلوا كل العصارة بتاعتهم والتتبيلة وعملوا صوص حلو قوي زي ما انتم شايفينه كده، هزود عليهم نص كيلو من المكرونة. استخدمي اي شكل انت حباه. وقبل ما تضيفي المكرونة بنكون سلقينها، بنسلق المكرونة سليق كامل. بعد كده بنقلب المكرونة كويس جدا مع الخضار والفراخ، وبنغطي عليها وبنسيبها لمدة 5 دقايق علشان تتطعم من الفراخ والخضار. وانا بقلب المكرونة حسيت ان هي محتاجة شوية من الصلصة، فازودها معلقتين 2 كبار علشان اللون بتاعها يكون مظبوط. نشوف المكرونة بعد ما استوت، شايفين قد ايه شكلها بجد يفتح النفس، وريحتها اثناء التسوية كانت طالعة حلوة جدا. والمكرونة التسوية بتاعتها مظبوطة جدا ومفلفلة ومستوية كويس قوي. عارفين لما تكونوا سقعانين ومكسلين ومش عايزين تعملوا اي اكل، يبقى الوصفة ديت ليكوا. سهلة وبسيطة مبتاخدش اي وقت في تحضيرها، كمان مكوناتها بسيطة جدا ونتيجتها بجد تحفة، طعمها حلو قوي. متأكدة ان هو يعجبكم. والمكرونة واخدة من كل الاطعم اللي احنا ضفناها من الخضار والفراخ، طعمها هيجنن. واخر حاجة هنضيفها عليها وهي سخنة رشة من الشبت الاخضر بيديها ريحة حلوة جدا. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديده.